باب بيتك بيكون خط دفاعك الأول، عشان كده لازم تهتم باختيارك للباب المصفح. تعال أقول لك يعني إيه باب مصفح. ده بيكون عبارة عن باب حديد من جوه وشكل ديكوري من بره، وفي الغالب بيكون شكله خشبي أو أشكال تانية. بيبقى متزود بكذا طبقة حماية زي حديد داخلي وطبقة عزل حراري وعزل للصوت، وكمان ليه أقفال متعددة. تعال نشوف أول نوع معانا وهو الباب المصفح الإيطالي. بيكون عدد تكاته من 7 ل 11 تكة ومن 2 ل 4 كالون. مفاتيحه بتكون ديجيتال أو مشفرة. الباب بالكامل من خامة قوية، حديد داخلي زائد طبقة عزل. مفصلاته مخفية أحيانا. مميزاته قوي جدا في العزل والأمان. صعب جدا يتفتح بدون مفتاح. شكله شيك وفخم وجودته عالية. أما عيوبه سعره غالي في السوق وصعب تلاقيه بسهولة. تاني نوع معانا الباب المصفح التركي، وده عدد تكاته من 5 ل 9 تكة ومن 2 ل 3 كالون. مفاتيحه بتكون مشفرة أو عادية. شكله بيكون مودرن وخامته متينة، وهو الأكثر انتشار في السوق المصري. بيتميز بأنه أمانه عالي وشكله شيك. سعره معقول بالنسبة لمواصفاته ومتوفر بسهولة، لكن عيوبه أقل شوية من الإيطالي في قوة العزل، وفي منه خامات متوسطة، فلازم وانت بتختاره تشتريه من مكان موثوق. أما النوع الثالث فهو الصيني أو المصري. عدد تكاته من 3 ل 5 تكة، غالبا في 1 أو 2 كالون. مفاتيحه بتكون عادية وسعره اقتصادي. بيتميز إن شكله مقبول وأمانه متوسط واقتصادي ومناسب للشقق العادية، لكن عيوبه أمانه أقل ومفاتيحه ممكن تتقلد بسهولة ومش بيعيش زي الأنواع الأغلى. انت بقى استفدت من الفيديو؟ ولو استفدت وعندك صاحبك بيشطب ابعت له الفيديو.